السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوان والاخوات، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. هذا الوقيت اللي غادي ناخذ من وقتكم الاخوان اللي هو دقيقه ولا دقيقه ونص غنوصلوا هذا الميساج، وكنتمنى بانه ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجوه مع الناس لانه ميساج مشفر الاخوان لبعض يعني بعض الفئات. اليوم هذيك نلاحظوا بانه واحد الضجه واقع على السي وهبي اللي هو شغال بواحد المنصب اللي هو منصب حساس في المغرب اللي هو وزير العدل. كنتمناو بانه يعني الانسان يرتقي لذاك المستوى اللي واصل ليه الان، او لا هذاك المنصب اللي فيه هو يتعلم كيفاش يهضر مع الناس عاد باش يخرج بعض القوانين اللي كنشوفوا حنا مؤخرا. قانون كيخرج فيهم شي حاجه ما كايناش كاع في هذه البلاد وغيخرجها، مع العلم اننا كنعرفوا بانه غادي يوقعوا بزاف د الحوايج اللي ربما غادي يتم الاقاله ديال بزاف الوزراء بزاف المسؤولين في هذه البلاد هذه، لانه الملك نصره الله ما غاديش يمكن يبقى يشوف ويسكت في هذه الناس هذو اللي غادا بالبلاد الهاويه. لاحظنا الاخوان بانه بزاف الناس ردود الافعال ديالهم خايبه من اتجاه الوهبي اللي كيقولوا بانه ولدك وولد ولدك وولد فلان ولد فتلان هما اللي كينجحوا ولاد الشعب. لا، فاش دراتكم نتوما الاخوان؟ لان بزاف واحد مجموعه كبيره من المجتمع المغربي متبع الياس المالكي وكتقارن راسها مع ولد وهبي، فهذا الشيء راه انتقاد في الذات الاخوان. ما يمكنش يعني حنا بنفسنا ما متفاهمينش مع نفوسنا، ما مصالحينش مع نفوسنا، ونوضوا من بعد نبداو ننتقدوا علاش ولدك يدير وعلاش ولدك ما يديرش. السيد راه ملياردير، السيد راه مخرج ولدك يقراو على برا، فراه غادي ينجح حاجه سهله. فهذا ميساج مشفر الاخوان، ونتمنى بان الرساله تكون واضحه وبينه وتبارطاجها مع الاخوان. ما نبقاوش نضحكوا على بعضياتنا او ما نبقاوش نضربوا الشمس بغربال. يعني راه حاجه باينه الاخوان، وفاش درات اي واحد لا الا نجح لك واحد الولد واحد المسؤول عادي جدا كنتمنوا بانه ينجح يعني بمستوى اللي كيقرا به. اما بخصوص الناس اللي كتنتقد فراه ربما بزاف الناس منهم ربما الاخوان يكونوا ما قارينش كاع وكينتقدوا في هذاك السيد اللي هو باه ملياردير ومقري وخاسر عليه الفلوس بزاف. فاش دراتك انت الى ولد وزير او لا ولد برلماني نجح، انت اشنو درتي؟ انت اشنو وصلتي باش تنتقد هذوك الناس؟ فيعني راه كنتمنوا بانه الناس ما تبقاش تستغل المنصب ديالها باش تقري ولادها على وليدات الشعب. راه هادشي راه باين الاخوان، وكما قلنا في الاول الفيديو فراه جلاله الملك محمد السادس نصره الله هو اللي عندنا فيه الثقه في هذه البلاد هذه، وربما غادي يوقعوا بزاف الحوايج في هذا العام ديال 2023. كنتمنى بان الرساله ديالها تكون واضحه. تهلاو.